صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو دوت انا هتكلم فيه في حاجه ما كنتش مدركه اهميتها غير من فتره، وهي اهميه ان الشخص يكون عنده قوه نفسيه، بحيث ان هو لما يتحط في موقف صعب بيقدر ان هو ستيل يكمل حياته. فالفيديو ده هيكون ازاي ان احنا نفضل اقوياء نفسيا، او نبني نوع من الريزيلينس او المقاومه، بحيث انه يعني عموما نكون احنا في سلام اكتر مع نفسنا. الفترة اللي فاتت ما كانتش من احسن فترات حياتي، لو لاحظتوا هتلاقوا ان انا ما كنتش بنزل كتير، لاني كنت بمر بحاجات نفسية وجسدية، فما كنتش قادرة ان انا اعمل اي حاجة. لكن بفضل ربنا وبفضل اصحابي وبفضل حاجات انا عملتها او بعملها، لاحظت ان هي بتساعدني كتير. هي دي الحاجات اللي انا هشاركها معاكم النهارده، لان احنا مش عايزين كل ما يحصل مشكله في حياتنا او كل ما يحصل عدم استقرار نلاقي نفسنا ان احنا بننهار وبنموت وليلنا زي نهارنا ومش عارفين نعمل اي حاجه في حياتنا، وندخل نفسنا في دوائر اكتئاب وحاجات احنا في غنى عنها. اول حاجه، لو انت عندك شخص في حياتك، صديقه، اختك، اي حد قريب منك، والحد دوت بيدعمك وموجود معاكي دايما وسند ليكي في وقت ما انت بتمري بوقت صعب، فدي من اكبر النعم اللي في الحياه، ولازم نكون ممتنين ليها لا باكبر قدر ممكن. الشخص ده ما تنسوش تروحوا تقولوا له قد ايه انتم ممتنين ليه ان هو موجود معاكم في الوقت اللي انتوا مش احسن حاجه. فما تنسوش تعبروا عن امتنانكم للاشخاص ديت في حياتكم. لكن بقى حبايب قلبي اللي ما عندهمش حد حاليا قريب منهم قوي يقدر ان هم يشاركوا معاه كل حاجه ويواسيهم ويكون دايما موجود، انا حابه اقول لكم انه اول حاجه الوضع دوت مش هيستمر، مش تقدروا طول العمر كده. وتاني حاجه، انتم مقدر ليكم دلوقتي ان انتوا تكونوا لوحدكم. اوقات في دروس احنا بنحتاج نتعلمها واحنا لوحدنا، وفي دروس بنحتاج نتعلمها واحنا ممكن يكون معانا حد، ربنا رزقنا بحد يساعدنا، الكلام ده كله. لكن لو انت لوحدك او لو انت لوحدك، فلازم تكونوا عارفين ان ده مقدر ليكوا، علشان ده هيبقى من اكبر ومن احسن الحاجات اللي هتتعلموها في حياتكم، وهتبني عندكم قوة في الشخصية مش طبيعية. فلازم تبقوا عارفين ان ربنا ما بيحطش حد في موقف او في وضع هو ما يقدرش ان هو يعدي منه، او حاجة هتكسره. كل حاجة احنا بنحس ان هي خلاص هتكسرنا، هنموت مش قادرين، بس في النهاية بنرجع وبنرجع اقوى. مفيش حد مسؤول ان هو يطلعكم منه غيركم انتوا. انتوا المنقذين لحياتكم، انتوا المنقذين لنفسكم. ودي حاجة برضو نعمة، لانها هتحميكوا بعد كده، هتخليكوا بعد كده عندكوا قوة مش عند اي حد تاني. نعمل ايه بقى علشان نحافظ على صحتنا النفسية في الاوقات الصعبة؟ اول حاجة، انا اسفة ان انا هواجهكم بهذه الحقيقة، بس مشاعرنا ما بتروحش في اي حتة. مشاعرنا لا تختفي ولا تتلاشى، هتفضل موجودة. واحنا مش روبوتس، احنا بشر، والمشاعر جزء من هويتنا ومن تكويننا، سواء احنا رجاله او ستات. فما تحاولوش تكتموها، ما تحاولوش تتغاضوا عنها، ما تحاولوش تتجاهلوها، لانها هترجع تنتقم وتروح بقى ايه، تبقى اسوأ من لو انتوا كنتوا في الاول صريحين مع نفسكم وعبرتوا عن مشاعركم. فعبروا عن مشاعركم، احزنوا في النهايه، في البدايه عادي، عيطوا، اكتبوا، عبروا عن مشاكل باي طريقه، ممكن تحكوا لحد قريب منكم، يعني عموما تاخدوا وقتكم في ان انتوا تنهاروا او تحزنوا. وطبعا احسن حاجه الثيرابي. احسن حاجه لو انت عندك اوبشن لثيرابي، روح ثيرابي. مستني ايه؟ في حاجه هتحسنك، في حاجه هتخليك انسان احسن، في حاجه هتفهمك اكتر عن نفسك، او في احتمال انها تفهمك اكتر عن نفسك. ليه ما تعملهاش؟ الناس بس اللي ما عندهاش القدره ان هم يروحوا ثيرابي، اوكي بنحاول ان احنا نشوف اوبشنز تانيين، بس الناس اللي عندها قدره تروح ثيرابي، يا جماعه روحوا ثيرابي. ده مش هيخليكوا ناس مجنونه، مش هيخليكوا ناس ضعيفه، بالعكس ده معناه ان انتوا اشخاص اقوياء ومتصالحين مع نفسكم وعايزين تعالجوا. وخليني احذركم ان اوقات في وقت ما انتوا you're having a good time والدنيا حلوه ولطيفه، قاعدين بتذاكروا، قاعدين بتشتغلوا، او قاعدين مع اصحابكم او ايا كان، ممكن مره واحده تطلع مشاعركم تنفجر، او مره واحده كده تحسوا انه يعني بقيتوا تفكروا في كذا حاجه وحاسين انتوا هتعيطوا تاني. حاولوا ان انتوا في اللحظات ديت، ممكن اوكي لو انتوا في موقف حرج تحاولوا تعدوا الدنيا لغايه ما تبقوا لوحدكم وتتصرفوا، بس ما تراكموش ده.
يعني ما تقولوش لا خلاص انا اخدت وقتي، انا المفروض اكون اتخطيت، المفروض اكون عديت كل ده، لازم ابقى دلوقتي قوي. لا عادي، اتس اوكي. في حاجات بتاخد وقت طويل يا جماعه، في حاجات بتاخد وقت طويل وبنقعد كتير نشتغل عليها. تقبلوا الموضوع ده. تمام. فما تقعدوش تراكموا حاجات. كل ما يعني هقول لكم على حاجه، لو كل يوم عيطتوا مثلا نص ساعه احسن من لما تقعدوا طول الاسبوع عمالين تمسكوا في نفسكم وتقاوحوا، وتيجوا نهايه الاسبوع يحصل لكم منتال بريك داون وتقعدوا اسبوع تاني جاي مش عارفين تتحركوا من على السرير. فمن البدايه ما تقاوحوش مع مشاعركم وما ترفضوهاش كده اهو. تاني حاجه، وقت ما الدنيا اوريدي صعبه ما تبقيش انت كمان صعبه على نفسك، ما تبقاش انت كمان صعبه على نفسك، ما تبقاش كل حاجه صعبه ويبقى كمان صوتك الداخلي عمال يجلد فيك وعمال يقطم فيك اكتر ما انت اصلا متقطم. فده وقت مهم جدا ان احنا نفكر نفسنا قد ايه احنا بنحب نفسنا، وقد ايه ان احنا يعني لازم تكونوا حنينين مع نفسكم وهاديين وتتعاملوا مع نفسكم حرفيا كانكم اطفال. تالت حاجه وهي مبدأ مهم قوي عايزاكم تكونوا فاهمينه، ان انت تكوني او ان انت تكون قوي نفسيا او تكوني قويه نفسيا، دي مش حاجه بتتخلقي بيها، دي مش حاجه بتتولدي بيها، دي حاجه بتتربي عليها. دي اول حاجه. ثانيا انت بتربي نفسك عليها، يعني في جزء منها مرتبط بالطفوله ومرتبط احنا ابائنا ربونا ازاي، وجزء كبير جدا جدا معتمد على طريقة تعاملك مع نفسك وتعاملك مع الأوقات الصعبة بتاعتك. فهي حاجة عاملة زي العضلة، زي ما بتروحي تتمرني في الجيم، زي ما بتروحي تلعبي رياضة جديدة، محتاجة تدريب علشان هي ما بتجيش كده. فلو احنا مستسلمين وخلاص ومعتمدين انه انا بس بعدي بوقت صعب، God knows بقى هيقعد قد ايه والوقت بيداوي، خليني اقول لكم الوقت ما بيداويش اي حاجة. دي كدبه كدبوا علينا بيها. الوقت ما بيداويش، الوقت ما بيهببش، الوقت بس بيدفن الحاجه، بيخليها 100 times worse وبيخليها اسوء بكتير. ممكن اكيد في حالات معينه الوقت فيها بيداوي، مش هفتي، بس الوقت ما بيداويش، الوقت مش وظيفته ان هو يداوي. احنا اللي لازم نداوي نفسنا، احنا المسؤولين ان احنا كل جرح ننضفه ونداويه ونعتني بيه لغايه ما يتداوى. بعد كده الوقت بقى اوكي هينسينا حاجات ماشي، لكن احنا اللي لازم نداوي نفسنا واحنا اللي لازم نعالج نفسنا. وابسط دليل لما بيحصل اي موقف يفتح عندنا جرح قديم من ايام ما كنا بيبيز، بنقعد نعيط وننهار كانه لسه حاصل امبارح. طب فين الوقت بقى اللي داوى؟ طلع الوقت ما دواش حاجه، طلع الجرح بس مدفون عليه. فلازم نتعامل مع كل حاجه بشكل واعي وبشكل ان ده جرح عندي. كل الناس عندها جروح، كل الناس عندها مشاكل، كل الناس عندها جروح طفوله، كل الناس، ما فيش حد بيرفكت. ما تفتكريش ان انت الوحيده اللي بتعاني، ما تفتكريش ان انت الوحيد اللي بتعاني مع حاجات معينه. في ناس عندها مشاكل مع ثقتها في نفسها، في ناس عندها مشاكل مع السيلف استيم، مع السيلف ايمج، في ناس تعرضت لعنف، في ناس تعرضت لحاجات مختلفه تماما. وكل واحد عنده مشاكله اللي هو مكلف بيها انه هو يعتني بيها، لانه جايز احنا ما اخترناش اللي حصل لنا في الماضي، بس احنا مسؤوليتنا ان احنا نداوي نفسنا بنفسنا. فلازم تاخدي المسؤوليه ديت ونبطل دور الضحيه، ونبقى كمان متيقنين انه كل حاجه وليها علاج، وكل حاجه وليها طريقه في التعامل. احنا بس اللي مش عارفين، احنا كمجتمع في الميدل ايست للاسف الحاجات ديت لسه مش ما هياش، ممكن دلوقتي بقت منتشره شويه او يعني في ناس بتتكلم فيها، بس لسه احنا يعني يا دوب من كام سنه بدانا نعرف ان في حاجه اسمها تراست ايشوز، وفي حاجه اسمها مش عارفه ايه، واللي هي الف ب صحه نفسيه حسب عارفينها من كام يوم. تمام. ففي ناس بتتعالج وفي ناس بتعدي بحاجات كتير جدا، في ناس بتتشافى كل حاجه ممكن تحصل طالما انت مؤمن بنفسك وطالما انت ناوي تشتغل على نفسك. طيب نعمل ايه بقى؟ طبعا اول حاجه لازم نعالج، نشوف المشاكل اللي عندنا نحاول نعالجها وهكذا ايا كان. اوكي، احنا بقى محتاجين حاجه تانية، محتاجين نكون احنا اوريدي عندنا عادات احنا بنعملها عموما، وبالذات في الوقت ده كمان نركز عليها ونحاول ان احنا نحطها في حياتنا علشان ما نقعش في الاكتئاب. في ناس بتبقى فاكره ان الاكتئاب ده بعيد عني او ان الامراض النفسيه دي بعيده عني، انا بس بعدي بوقت صعب او وات ايفر. لما بتقعد في ده وقت طويل هتلاقي نفسك وقعت في الاكتئاب. لما بتقعد في حاجه ما بتاخدش اي responsibility واي مسؤوليه على اللي انت فيها او اللي انت فيه، انت ما تعرفش، انت ما تعرفيش انت ممكن تودي نفسك فين. فاحنا لازم يبقى عندنا سيستم وطريقه نتعامل بيها
لما نكون بنعدي بوقت صعب. انقذي نفسك بدري بدري قبل ما تلاقي نفسك وقعتي ومحتاجين بقى دكتور نفسي ومحتاجين ادويه ومحتاجين بلا 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 بلا. نو، مش لازم نوصل للمرحله دي. ايه هي العادات بقى اللي ممكن تساعدنا او اللي احنا محتاجين نحطها في حياتنا؟ اول حاجه، حركوا جسمكم. يس، احنا لما مع الاكتئاب ومع او يعني مع ان احنا نقعد سرحانين بقى في دماغنا وفي الحاجات دي كلها، بننسى ان احنا نتحرك من على السرير حتى، او يا دوب بنتحرك في الاوضه. لا، لازم نطلع، لازم نحرك جسمنا. عندك ممكن تروحي جيم، ممكن تروحي تلعبي رياضه، ممكن نتحرك في البيت، نعمل رياضه في البيت، ممكن نعمل يوجا، ممكن ننزل نتمشى، ممكن 50 مليون حاجه. المهم انه تحرك جسمك او تحركي جسمك اتليست مره في اليوم. انا مثلا من ضمن الحاجات اللي بعملها ان انا بحب اروح اعمل حاجه مجهود بدني كبير، زي ان انا مثلا العب كره ريشه، او اني لو انا في الاوضه بس اعمل يوجا او اعمل ستريتشز، بحيث ما احس يعني بحيث انه الالم النفسي بيتخزن اصلا جوه جسمنا، بيتخزن في العضلات. فاحنا لما نبقى بنتحرك كاننا بنعمل ريفرش، بننعنش جسمنا. فروحوا العبوا رياضه. الرياضه من احلى الحاجات، حتى لو رياضه جديده، لو رياضه ما تعرفيش عنها اي حاجه، روحي جربي، روحي يعني انبسطي. دلوقتي في مصر بقى مشهور قوي البادل، اتشهر قوي الفتره اللي فاتت، فروحوا العبوا بادل. وبالمناسبه انا اخويا مدرب بادل، فهسيب الاكونت بتاعه في الديسكربشن بوكس لو حد حابب يتواصل معاه. هو بيدرب في القاهره. تاني حاجه، لازم نتعرض للشمس، لازم نطلع للشمس، لانه لما نقعد في الاوضه فتره طويله فاحنا بننسى ان في حياه، بننسى ان في دنيا، بننسى ان في طبيعه. فاطلعوا اقعدوا في الشمس، اقعدوا في الطبيعه. في حاجه اسمها جراوندنج. جراوندنج ان احنا نمشي على الحشيش ده كده برجلينا حافين. عارفه ان ده ممكن يبان جنان شويه، بس لما بتعملوا كده بتتواصلوا او بتبنوا زي اتصال مع الطبيعه يحسسكوا بشويه امان. لانه احنا لما بننسى ان احنا بشر وبننسى ان احنا الطبيعه الانسانيه بتاعتنا، فبيختل التوازن بتاعنا. لكن لما بنتواصل مع الطبيعه كانه ايه، بنرجع تاني، كل حاجه بتبدا تتوازن تاني. شيلوا السماعات، اسمعوا صوت الطبيعه، صوت الهواء، صوت الشجر وهو بيعمل في بعضه، صوت اي صوت صوت الحياه. في ناس طول الوقت قاعده حاطه السماعات، طول الوقت حاطه السماعات، غلط. انا بعمل كده برضه، بس لما بشيل السماعات بحس واو، الحياه حلوه، في حياه اكشلي. مش عارفه ده انتوا فاهميني ولا ايه؟ ممكن فاهميني. الحاجه اللي بعد كده التامل، المديتيشن مهم جدا جدا جدا. في ناس مش بتستوعب قد ايه ان ممكن 5 دقايق في اول اليوم مديتيشن ممكن تغير يومها كله. لما احنا بنصحى وما بنعملش اي حاجه، نمسك التليفون نقعد نقلب عليه، حد بعت لي هرد عليه، ونبقى سايبين دماغنا كده، دماغنا هي اللي بتسوحنا. لكن لما احنا نصحى وابدا ان انا هعمل مديتيشن، هفكر في كذا كذا كذا، وتبداي ان انت اللي تبرمجي دماغك، فانت كده اللي ممشيه دماغك، مش سايبه دماغك هي اللي تمشيكي. العبادات والروحانيات. انا مش الانسان اللي ممكن ابدا يقول لحد انت مكتئب عشان انت ما بتصليش، روح صلي. انت مكتئب عشان انت مش قريب من ربنا، راح اقرب من ربنا. انا ما بعملش كده، اوكي؟ مش ده غلط، غلط جدا. لكن عموما الروحانيات، وان احنا نكون موجودين في مكان فيه روحانيات عاليه زي المسجد، زي لو اي حد بقى ايا كانت ديانتك، فدي حاجه مفيده لينا. حتى لو انت شخص مش ملتزم، ما تقولش يعني مره واحده كده هروح المسجد، عادي، إيه المشكله؟ حتى لو انت بنت، عادي ممكن في يوم تلبسي وتروحي تعيشي بس جو ايماني، حتى لو انت مش ملتزمه. روحي عيشي الجو ده، عيشي اتصال مع ربنا بشكل مختلف، وادعي واقرأي قرآن وصلي، بس كنوع من التهدئة النفسية. لأن احنا لما بنرجع تاني نقرب من ربنا بنفتكر إنه في حاجة اسمها قضاء وقدر، وإن في حاجة اسمها إن أنا عندي أصلا سند، أنا أصلا اوريدي عندي ربنا، فكل اللي في الحياة دوت عادي هيمشي. انا عندي ربنا اللي مش هيسيبني. انا ممكن بمر بوقت صعب بس انا مش هتساب. عارفين الاحساس ده؟ انا كنت مفتقداه او كنت ناسياه، فلما عشته او لما بدات اركز ان انا اعيش واذكر نفسي بيه، بقيت حاسه باحساس احسن بكتير. في ناس اول ما بتمر باي حاجه بتروح قافله على نفسها 50 60 مليون باب، وتقفل مع اصحابها، خارجين لا مش خارجه، عاملين لا مش عامله، خلاص بقى انا عايزه اقعد كده وهنا واكتئب. في الاول اوكي، ممكن نعمل كده، كلنا بنبقى محتاجين ان احنا ننعزل شويه، بس بعدين حتى لو انت مش مرتاحه، حتى لو انت مش عايزه، مش عايزه، ماليش مزاج، معلش، دوسي على نفسك واخرجي مع اصحابك.
دوسي على نفسك وقضي وقت مع الناس الحلوه اللي في حياتك. وحتى لو انت لوحدك مفيش حد، اخرجي، شوفي خروجات مختلفه، شوفي العالم، فكري نفسك انه الدنيا اكبر بكتير من اللي انت عايشاه. روحي ايفنت ثقافي، روحي مكان جديد، روحي جنينه، روحي جربي سوشي، اعملي اي حاجه، روحي الزمالك اتمشي في الزمالك، اعملي اي حاجه. المهم ان انت تخرجي. والفكره هنا ان انت هيجيلك شخص جواكي بيقول لك لا، ليه؟ انا مش عايزه اعيش، ايه القرف ده، مش مهم، خليني قاعده هنا لازقه في الاوضه. قولي له لا. هنا لازم تقولي له لا، وتقولي لا انا هخرج وتصرفي بسرعه. هنا السرعه مهمه جدا، لان انت لو اجلتي مش تخرجي، صدقيني لو اجلتي مش تخرجي. فبسرعه كده اوت اوف نو وير قرري بسرعه وروحي البسي اي حاجه، حطي شويه ميك اب حلوين واخرجي. افعليها افعليها، انا من موقعي هذا بقول لك افعليها. البيئه بتاعتنا بتاثر بشكل مش طبيعي علينا، فانا مش عايزه ابقى يعني sound like your mother، بس لما اوضتك تكون مكركبه طبيعي نفسيتك تكون مكركبه برضو. واحنا اوريدي متكركبين واوريدي فينا اللي مكفينا، مش ناقص ان احنا كمان تبقى اوضتنا مهببه وتبقى اوضتنا بتبعث على الاكتئاب. طيب مش بس الاوضه، كل حاجه حوالينا، الناس اللي حوالينا، المسلسل اللي احنا بنسمعه. شوف يا جماعه، انا بسمع مسلسلات على حسب مودي، على حسب انا محتاجه ايه. لما اكون انا مثلا حاسه ان انا ملانه ممكن اسمع حاجه مشوقه، حاجه فيها حماس، مش عارفه ايه. لما اكون انا تعبانه نفسيا، حزينه، في ورايا 50 مليون حاجه، حياتي مليانه دراما، بتفرج على حاجه هاديه، لان مش ناقص اتفرج على دراما. فما تبقوش انتوا دراما بتتفرجوا على دراما، ما تبقوش انتوا حياتكم مليانه مشاكل بتتفرجوا على مسلسل كله مشاكل ولا رعب ولا قرف. الميوزك اللي بنسمعها، ما تتوقعيش تبقي مودك حلو لو انت بتسمعي ميوزك مهببه ب 60 نيله، لو انت عماله تسمعي حاجات حزينه، لو انت عماله تسمعي حاجات بتتريجر اللي عندك اصلا. السوشيال ميديا والتيك توك والاغاني، الحاجات دي عليها تاثير علينا بشكل احنا مش متخيلينه. انت لو قفلتي اصلا موبايلك يوم واحد بس هتحسي بفرق كبير. فلازم ان احنا نعود نفسنا، يعني ان انت تبقي واعيه بايه اللي انت بتشوفيه وبيأثر فيك ازاي. طب انا مثلا الشخص ده كل ما بشوفه بكتئب، كل ما بسمع الاغاني ديت انا برجع تاني نقطه الصفر، يبقى اعمل ايه؟ يبقى اخلص منها. مش عماله احط نفسي في الدوامه اللي انا مش عارفه اطلع نفسي منها. انا مثلا جات لي فتره قفلت تيك توك، قفلت تيك توك، مش قادره اسمع تيك توك خلاص تاني. كله بقى عباره عن بيتمحور حوالين الحاجه اللي انا اصلا بعاني فيها واللي مش عارفه افكر فيها بشكل كويس فليه اقعد اوجع نفسي؟ يا اما اعالج المشكله يا اما هشوف حاجه تانية اعملها. فبنقعد نوجع نفسنا، مش حاجه حلوه يا بنات والله. فخليكوا واعيين قوي باللي انتوا بتشوفوه على الموبايل، لان هو بيأثر فينا. اي حاجه بنسمعها او بنشوفها بتأثر فينا، فخليكوا واعيين بيها. اي حاجه بتضرني، اي حاجه مش بتنفعني، بشيلها. نقطه بعد كده، انتوا مش محتاجين ان انتوا تكونوا منتجين 24 ساعه في 24 ساعه. الانتاجيه الحقيقيه هي ان احنا نعمل الحاجه الصح اللي هي الاولويه في الوقت الصح، اللي هي اكتر وقت انا عندي فيه طاقه ليه. انا بنقي الوقت اللي انا اكون فيه في طاقه معينه عشان اعمل فيه فيديو. مش اي وقت بعمل فيه فيديو، ممكن قبل ما اعمله وبعد ما اعمله اكون مود ما حدش يعرف عنه شيء، بس اتليست في وقت ما انا بعمله انا في المكان الصح، انا في الطاقه الصح بتاعته. علشان انا مش عايزه اعمل اي حاجه وخلاص، انا عايزه اعمل حاجه تبقى طالعه من قلبي وتوصل لقلب الناس وتكون حاجه فعلا هيلبفول وحاجه فعلا تساعد. فحاولي ان انت تبقي ذكيه من ناحيه الانتاجيه بتاعتك. مش محتاجه تعملي كل حاجه، عادي تكنسلي حاجات كتير. كنسلي، كنسلي زي ما تحبي، اوكي. وخلي بس الحاجات اللي فعلا فعلا مهمه واعمليها في الوقت الصح. طيب لما تكوني انت في مود احسن شويه، ما تضيعيش المود دوت ان انت تقعدي على التليفون او ان انت تقعدي على السرير او انك تضيعيه. استغليه، استغليه عشان خاطر شويه ومش بيبقى مودك حلو، كلنا عارفين. فاستغلي ان انت تخلصي حاجات على قد ما تقدري، بحيث لما لو رجعت تاني، لو جات لي نوبه مشاعر تاني ولا اي حاجه، ابقى عارفه ان انا اتليست خلصت اللي المفروض اعمله، فانا عندي وقت اعيط شويه. جربي حاجات جديده، جربوا حاجات جديده. احنا بننسى ان العالم مليان حاجات، العالم مليان حاجات كتير جدا مختلفه، وفي ناس عايشه الحياه في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب. فاعملوا اي حاجه جديده، اتعلمي هوايه جديده، اتعلمي مهاره جديده، اتعلمي مجال جديد، اتعلمي برمجه، اتعلمي ماركتنج، اتعلمي لغه جديده. انتوا عارفين لغه، مش عارفه يعني انا لوحدي ولا ايه، بس لما بتعلم لغه جديده بحس ان انا في مود مختلف تماما، وبحس ان انا خلاص مسافره، رايحه اسبانيا، رايحه ايطاليا، الى الشاو. اوكي،
اتعلموا حاجات جديده، قضوا شويه وقت كده ان انتوا بس تفصلوا كل حاجه، وانا هعمل ده. ممكن تتعلموا رسم، ممكن تلونوا، ممكن في 50 مليون حاجه. خلي عندك روتين صباحي هادي ورايق عشان تصحي بمزاج، عشان تبقي عايزه تصحي. في الوقت ده احنا ما بنبقاش عايزين نصحى من النوم، انا عارفه بنبقى عايزين نفضل نايمين. فلما تحسسي نفسك ان انا كمان محتاجه اصحى اذاكر، انا محتاجه اصحى اشتغل، انا محتاجه اصحى اعمل، مش هتصحي ومش هتقومي. لكن لما تقولي انا محتاجه بس اصحى اعمل لي كوبايه قهوه واقعد اقرا شويه في الكتاب اللي انا بحبه دوت، او محتاجه اعمل كذا، او يعني تعملي لنفسك روتين رايق كده وهادي وحلو، هتلاقي نفسك عندك طاقه ان انت تقومي اتليست. وزي ما قلنا الوقت بتاع اول ما نصحى مهم جدا، ما تسيبيش نفسك فيه للموبايل، ما تسيبيش نفسك فيه ان انت تنجرفي تاني لنفس المود اللي انت كنتي فيه، علشان هيبقى صعب بعد كده نطلع منه. لكن لو بدأنا اليوم صح، بقية اليوم هيبقى عندنا نوع من القوة النفسية. فانت تبدأي يومك بصلاة، بتأمل، بالتوكيدات، اقعد اسمع توكيدات صح، او اكتبها او اقراها او اعيشها. انا عندي مشكله في كذا، انا حاسه مثلا بعد ما لما اتفتح عندي جرح معين، او انا بمر بحاجه معينه، اكتبي التوكيدات اللي تساعدك على ده. انت محتاجه تسمعي ايه؟ لو حد قال لك ايه انت هترتاحي، قولي لنفسك، مش تستني ما حد يقوله لك. انا في امان، انا بحب نفسي، كل حاجه هتبقى تمام، كل حاجه في النهايه بتتحل، كل حاجه بتخدمني. دي بس امثله لشويه التوكيدات اللي انت ممكن تقوليها، والتوكيدات مليانه في اليوتيوب. نقطه مهمه كمان، لما تيجي تنامي ما تناميش بمود وحش، حاولي ان انت تبعدي شويه عن التليفون برضو، وتسمعي، ممكن تسمعي ميوزك هاديه، ممكن تسمعي قران، الناس اللي بترتاح لما تسمع قران. المهم ان انت لما تروحي في النوم ما تكونيش رايحه في النوم وانت معيطه، او انت حالتك صعبه، علشان هتلاقي نفسك صحيتي بنفس المود. اخر حاجه حابه اقولها وهي الانضباط. انا عارفه ان انا طول الوقت بقول لكم خليكم حنينين مع نفسكم، وتعاملوا مع نفسكم بهدوء ومش عارفه ايه، صح، بس كمان لازم الانضباط يجي من جواكم. لازم يبقى جواكم صوت، الصوت ده صوت جاي من حب، مش من جلد ذات، ومش من إن لازم تعمل، لا، الصوت ده من حب. حبيبه انا بحبك، وانا عايزه الصح ليكي، فانت معلش لازم تذاكري، انت لازم تقومي، ده الصح ليكي. عارفين لما بيبقى في حاجه مش عايزين نعملها بس لازم نعملها، لما مامنا تقول لنا اللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه، انت لازم تاكلي نفسك. لو انت ما حتى مالكيش مزاج تاكلي، لازم تشربي ميه. لو انت ما عندكيش اي دافع في الحياه، ما عندكيش اي طاقه، معلش لازم اشرب الميه بتاعتي، لازم اكل كويس، لازم اقوم اذاكر، لازم اخرج الخروجه اللي قلت ان انا هخرجها علشان اخلي مودي احسن. ما تستسلميش، لازم يكون عندك انضباط، لازم يكون عندنا نوع من الانضباط ناحيه نفسنا، علشان خاطر نحمي نفسنا، لان محدش هيجي يحمينا. اخر حاجه حابه اقول لكم ان انا بحبكم، وان انا واثقه ان انتوا هتمروا باي وقت صعب بتمروا بيه. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد الاسبوع الجاي. باي باي. What am I doing? Okay, امسحي الكاميرا.